لو أول مرة تشوفي قناتي، دوسي على الزرار الأحمر اللي مكتوب عليه كلمة اشتراك بالعربي أو الإنجليش سبسكرايب، وتفعلي الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديو بنزله، وتكوني ضمن عيلتنا الجميلة. أشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه واخباركم ايه؟ انا غبت معلش عنكم فترة طويلة، فترة رمضان كده. بس اهو الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. رمضان عدى بسرعة قوي والعيد عدى بسرعة جدا. كان في ناس طالبين مني سلسلة لتعليم ايه الفرق بين الكنفة الاول والإيتامين، وسلسلة لتعليمهم. فانا ابتديت ان انا قلت اجيب لكم النهاردة الاول نعرف الفرق بين الكنفة وبين الإيتامين. بس يستحسن ان يكون اول حلقة ان احنا نتكلم فيها عشان يسهل علينا الإيتامين بعد كده شغله، ان احنا نعرف ايه هي الكنفة وايه هي الادوات بتاعتها بالظبط اللي بنستخدمها معاها. فدلوقتي الكنفة كانت زمان بتبقى لوحات كده اهو معينة، بتيجي شكلها، يعني انا مش عارفة، ما عنديش منها او عندي منها بس مش موجودة دلوقتي قدامي. كانت من زمان قوي عندي. اللي موجود دلوقتي في السوق طبعا صيني. بيبقى شغل عبارة عن بيجي كده في غلاف زي ده، بيكون موجود معاه، بيكون الرسمة هي بالالوان بتاعتها وبيجي معاه الخيوط بتاعتها. يعني زي دي مثلا، دي عبارة عن لوحة كده فيها زي زهرية وبيجي معاها خيوط، بس للأسف الخيوط اللي بتيجي معاها ما هيش خيوط اللي هي الكنفة اللي احنا بنستعملها. خيط عادي جدا، مش خيط كنفة. خيط الكنفة بيكون شكل تاني خالص، بيبقى كده وبيبقى شركات. يعني ده مثلا شركة اسمها MG، طبعا احسن شركة وتتفوق عليهم كلهم طبعا شركة مصر للغزل والنسيج. واضحة كده بالنسبة لكم شركة مصر للغزل والنسيج، وتبقى دي العلامة بتاعتها. في شركة تانية اسمها القادسية، بس اللي اسمعوا عنها ناس جربوها يعني قالوا ان هي الخيوط بتاعتها لما بنيجي نغسل الإيتامين الالوان بتاعتها بتبهت او الوانها بتنزل. انا ما جربتش لسه بصراحة. اللوحة اللي انا خلصتها يمكن نزلت صور منها على الانستجرام وعلى الفيس، ما جربتش ان انا اغسلها يعني بعد ما خلصت. هبقى اجربها واشوف لما اغسلها واشوف هيجرى حاجة للالوان فعلا زي ما قالوا، ولا ان هي هتفضل ثابتة زي ما هي. بس العيب اللي انا بيضايقني في القادسية دايما ان طبعا مصر البيضاء الوحيدة، هي اسمها مصر الغزل والنسيج او مصر البيضاء، بتبقى فيها لمعة. يعني الخيط نفسه كده تحسوا ان هو فيه لمعة. كان ده واضح اكتر اللي مفكوك ده، في لمعة كده جميلة فيه. اما الخيط اللي هو بتاع MG او القادسية بيبقى مطفي، بيبقى في الشغل مش باين قوي وواضح زي خيط بتاع مصر الغزل والنسيج. بيبقى اللمعة بتاعته جميلة وبتبان في الشغل حلوة قوي. طبعا في خيوط سادة، وطبعا مصر البيضاء بتبقى تمنها اغلى من التانية، او فرق بسيط بينهم بس مش متواجدة كتير. يعني قليل قوي لو لقيتيها عند اي محل خردوات اللي هو بيعمل العراوي والزراير وكده، او بتنزلي المسكي وتدوري عليها. لكن اللي هي متواجدة كتير في اي محلات اللي بتبيع الخيوط هتلاقيها هي الMG القادسية. نزل كمان مفروض منها الوان، اللي نزلت في مصر البيضة نزلت الوان يعني متداخلة في بعضيها، اللي هي بنسميها الجنجا، بس انا لسه ما جبتش منها. اللي انا جبت منها هو القادسية، وقبل ما كنت اعرف العيب اللي قالوا لي عليه ناس اشتغلوا بيها. في منها الوان كتير جميلة، من اللي هي الالوان الجنجا دي بتدي في شغل معين، بتدي حاجات جميلة في الوان متداخلة في بعضها، وفي درجة مثلا اللون نفسه.
الوان جميلة جدا. وفي بينزل منها بكر كبير، دي تمنها طبعا بتكون اغلى شوية. انا طبعا معرفش الاسعار دلوقتي ايه، لان انا جايباها من الشتاء الحاجات دي، فانا مش متذكرة السعر بالظبط كام ووصل لكام دلوقتي، لان طبعا غليوا اسعارهم الخيوط. بتاعت دي بتاعت القادسية، دي بتاعت مصر البيضة. واحيانا البكر الكبير ده في ناس بتشتغل بيه شغل الكروشيه، لو بتشتغل شغل محتاج الغرز فيه يكون خيط رفيع، فبتجيب الخيط اللي هو البكر الكبير ده علشان طبعا يبقى اوفر ويقضي معاها ويوفر لها اكتر من البكر طبعا الصغير، وبيبقى سهلة الحركة معاها ان هي تشتغل منه. في كمان بينزل منها الوان مصر البيضة، في لون البامبا. اللي لقيته بقى جديد وعجبني جدا برضو قطن مصري 100% بتاع شركة حلوان قطن. نازل منه الوان سادة والوان جنجان، فانا عجبني ده برضو انه ممكن الواحد يشتغل بيه. وطبعا هي كميتها كبيرة جدا. البكرة كانت حوالي، كنت جايباها قبل رمضان بكام يوم، كانت بحوالي 14 جنيه على ما اتذكر، يعني 14، ممكن تكون زادت دلوقتي. في منها الوان سادة وفي منها جنجاء الوان تانية زي الالوان اللي هي وريتها لكم دي. طب احنا هنشتغل هنجيب اللوحة. طب هنجيب اللوحة بتبقى عبارة عن ايه؟ اللوحة بتبقى جاية كده عبارة عن رسمة. الرسمة دي بتكون جاية كده يعني بالالوان بتاعتها، عبارة عن مربعات، هي مربعات. انا المفروض ان انا بمسك اشتغل كل مربع بابرة. ايه هي الابرة اللي انا بستخدمها معاها؟ هي الابرة اللي بتيجي معاها ابرة ليها سن طبعا بيعور، وده ما ينفعش، لان ابرة الكنفة او ابرة الاتامين بتكون ليها سن وعين عشان ما يعوركيش وانتي بتشتغلي. شايفين الابرة بتكون عاملة ازاي؟ بيكون الفتحة بتاعتها واسعة، وبيكون السن بتاعها تخين ما يعورش. لان انا طبعا لما بمسك قطعة الكنفة او الاتامين فبشتغل كده اهو. المفروض ان انا اعملها ما تشكش صباعي ده ولا تشك صباعي اللي هو بسند بيه من تحت. بتبقى كده حجم صغير، يا اما بتكون حجم كده اطول شوية والفتحة برضو واسعة بس مش بوسع التانية، يعني تلاحظوا الفرق مش هتختلف. انت لما تشتري منه وتقولي له عايزة ابرة تكون بتاعة كنفة او اتامين، فهو هيديكي سواء بقى القصيرة الطويلة. انت اما تتعودي بعد كده تشوفي ايه اللي يناسبك، هل القصيرة هتريحك في الشغل بتاعها ولا انت عايزاه يكون طويلة كده اهو. الطويلة بيكون اهي الفتحة زي ما قلتلك، وبرضو السن ما بيعورش، بس غالبا بتكون القصيرة برضو احسن، لان مبقاش السن بتاعها في اي درجة ان هي ده بيبقى احمى شوية، لكن ده بيكون مطفي خالص. في عندنا خيوط تانية كمان ممكن ان انا اشتغل بيها، زي الخيوط دي بتنزل بتكون انا بلاقيها قليلة جدا عند اللي انا بشتري من عنده، فما بلاقي عنده باخد على طول، بتكون تمنها اغلى من الخيوط الكنفة العادية. دي بتبقى جميلة جدا في الشغل لما بتكوني بتعملي مثلا عايز تعملي لوحة وتعمليها كأنها لوحة زي لوحات السيرما، فبتدخلي فيها اللون الذهبي، وممكن ليه درجات. يعني في الخيوط اللي هي العادية في بكر عادي يتباع بيبقى له درجات الذهبي بتاعه، وفي منه بكر بيبقى اكبر. يعني دي بتبقى صغيرة تمنها تقريبا، في الرفيع خالص بتبقى دي ب3.5، ساعات دي ب4 ب5 على حسب يعني ما بتكون متواجدة. فالفضي بيبقى ليه درجتين، ممكن اللون الفاتح وممكن اللون الغامق. والذهبي ده برضو ليه درجات، لو تلاحظوا فرق ايه الدرجات، وبيفرق برضو في الفتلة بتاعته. في فتلة تحسي ان هي كأنها زي المجدولة، يعني دي كده تحسي كأنها زي ما يكون حاجة مجدولة، واللي هي اللي جنبها بتبقى رفيعة.
ساعات لما بنعوز ان احنا نشتغل مثلا حاجة بالرفيع ده، فبنضطر ان احنا نعملها طبعا مجوز عشان تديني زي بتجسم شوية الشكل علامة الاكس اللي احنا بناخدها بنشتغلها في الكنفة او في الاتامين. الدرجات بتاعته هي زي ما قلت لكم بيختلف. في منه بكر كبير، انا مشتريه بكره كبيره كده، حجمها بيكون كبير زي البكر اللي بيشتغل فيه بتاع العراوي او الزراير. بيحطها في المكنه كبيره طبعا عشان تقضي معاه، لانه مش هيسعف معاه البكر الصغير ده. دي بقى بالخطوط طبعا الخيوط دي بيجي كده 2، دي ما تنفعش خالص معاها، الرسمه بتكون جايه لي هنا اهو. انا بنقي بقى خيوط الكنفه اللي هي بتكون قريبه ليها تقريبا، لان ممكن ما تلاقيش نفس الدرجه، فبتحاولي ان انت تجيبي الحاجه القريبه. يعني انا هنا اغمق شويه اهي من لونها. ابتديت ان انا اشتغلت فيها وهكمل معاكم اوريكم ازاي، بس احنا الاول النهارده بنشوف ايه هي الكنفة وايه هي الاشكال بتاعتها. يستحسن ان انت لما تبتدي ان انت تشتغلي في الكنفة نقي رسومات سهلة، يعني ما تجيبيش لوحة زي دي مثلا هتحسي ان انت هتتعبي فيها وهتملي، لانك هتضطري ان انت تنقلي من لون للون. وهنشرح ازاي ان احنا لما بنيجي نعمل الالوان دي بنبقى اللون طويل في الابرة بتاعته، او يعني الخيط بيكون موجود علشان خاطر يكون من تحت كده متواجد، كأن الخيط ده موجود في الظهر من ورا. بيبقى عندي كذا لون، بحيث ان انا برجع اما اوصل للنقطة اللي انا هبتدي ان انا اشتغل فيها او المربع اشتغل فيه، ابتدي اخد اللون اللي انا عاوزاه وبطلع طبعا الابرة من تحت وابتدي اشتغل. طب يستحسن لما انا اجي اشتغل ازاي؟ يعني اجيب لوحة شكلها ايه؟ يا اما اجيب لوحة شكلها تكون زي دي مثلا كده، ويكون اللي حواليها ده ابيض ده ممكن ان انا املاه برضو اشتغل، وممكن في ناس بتسيبه، بس اللي يستحسن لو انت هتعمليها لوحة وتبروزيها طبعا، او تدخليها في خدادية مثلا. ان طالع دلوقتي ان هي الخداديات بيدخل فيها الاتامين او الكنفة بتتخيط مع القماش. هنا بيبقى جايب لك اللوحة بالمربعات بتاعتها، لان ممكن الرسمة دي كمان لو انت لقيتي رسمة بالشكل ده، غير طبعا الاولانية اللي احنا شفناها دي مش باينة فيها المربعات، لكن دي باينة. الرسمة دي ما ترميهاش، احتفظي بيها حتى لو عندك الالوان موجودة هنا، عشان دي هتنفعك لما نيجي نشرح الاتامين. هتساعدنا قوي لانها متقسمه مربعات بنفس زي القماش، وهو هنا مديكي درجات الالوان اللي هي دي. يستحسن لما تلاقي حاجه النوعيه اللي زي دي، وكمان بيعلمك الغرز ازاي ان انت ممكن تشتغليها علشان تعرفي. طيب في بقى رسمه بتبقى كده اهو زي دي، وان انا ممكن حواليها برضو فاضي، فممكن لو رسمه زي دي ان انا اشتغل فيها، او ابتدي زي اللي انا ابتديتها دي كده اهو، ابتدي اتعلم في الحاجات اللي هي لون واحد وخط واحد. في هنا متقسم الغامق والفاتح، انا ما لقيتش اللي هو لون واحد، فانا مش عارفه هلاقي ممكن لون افتح منه ولا لا. عموما هشتغل دلوقتي ده اللي موجود لغايه ما الاقي اللون التاني. النهارده قلت بس اوريكم ايه هي الكنفة وايه هي اللوح وايه الخيوط اللي احنا بنستعملها معاها. ان شاء الله الحلقة الجاية هنبتدي نعرف ازاي ان احنا نشتغل الغرز بتاعة الكنفة. فاللي حابب ان هو يتعلم ياريت ان هو يجهز معايا لوحة من اللوح دي، او لو تواجد قدامه ان هو يلاقي اللوح اللي هي بتاعت زمان اللي هي بتبقى برضو على قماش اتامين، بس دي مش مستوردة. ده القماش الاتامين المستورد بيبقى مقوى شوية كده، مش طري زي المصري بتاعنا، وبتبقى الفتحات بتاعته ضيقة شوية عن الفتحات اللي هي بتاع القماش الاتامين غالبا يعني. فياريت ان انتوا تجهزوا معايا وتختاروا لها الالوان اللي هي قريبة ليه، ونبتدي نشتغل مع بعض علشان خاطر نعرف.
وان شاء الله يعني انا قلت اللي هنبتدي اي عمل مع بعضينا، يا ريت اللي هيخلص عمل معين يا ريت ان هو يبعتهولي على صفحة الفيس الشخصية بتاعتي، او على الصفحة اللايك سمر لايف ستايل، او الصفحة الشخصية اللي هي سمر علي نصر، يبعت لي عليها الاعمال بتاعته، سواء حتى الناس اللي اشتغلت قبل كده معانا الشغل اللي هو بتاع سوري معلش الساعة، حتى لو الناس اللي هي اشتغلت شغل التطريز اللي قبل كده وابتدت تطبق الدروس اللي انا ال10 اجزاء اللي عملتها، برضو ابعتولي اللي انتوا عملتوه حتى لو وصلتوا لمرحلة معينة وما كملتوش. وان شاء الله ربنا ييسر الحال باذن الله. لو خلصنا الحاجات دي ممكن ان احنا هنبتدي عايزين نعمل مفرش يشابه المفارش الصيني التطريز اللي هي بتتباع. انا نزلت وشفت الاسعار غالية جدا، نزلت الموسكي وضرب البرابرة وكده، لقيت الاسعار تعتبر برضو غالية، مش حاجة سهلة ان انا اجيب. صحيح هو بياخد وقت في الشغل بتاعه، بس في الاخر بتخلصي حاجة بيكون بين ايديكي، حاجة شغل ايديكي انت. فعايزين برضو ان شاء الله ربنا يسهل، عايزين نعمل مفارش ولو حتى صغيرة لترابيزة بتاعت انتريه، تعملي لمفرش سفرة بس يكون في النص مثلا التطريز بتاعه، او في المكان اللي تحس ان هو يظهر منه وانت فرشاه على الترابيزة بتاعتك، او على كومودينو مثلا نعمل مفرش صغير. هنحاول ان شاء الله انزل لكم رسومات بعد كده لما نبتدي في مفارش التطريز باشكال تانية اسهل شوية من الغرز اللي احنا عملناها، بحيث ان هي تسهل عليكم، وباشكال خرز جديدة وجميلة هتلاقوها بتدي منظر حلو جدا. يا ريت الاعمال تخلصوها وتبعتوها لي ان شاء الله، وانا هعرض الاعمال بتاعتكم دي في فيديو مخصوص ان شاء الله على القناة باسم كل واحدة عملت العمل بتاعها، هيتكتب اسمها وهيتحط الصورة بتاعة العمل بتاعها، وهعرضها لكم كمان الصور على الصفحات الفيس بتاعتي ان شاء الله. ورونا ابداعكم يا امارات سمر ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله نكمل بقية السلسلة. وسلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.